يا ما حال الفنجان مع سيحة البول في مجلس ما فيه نفوسا ثقيلة يا سيد القوم، يا سيد القوم، يا سيد القوم الحق لي. ما خطبك يا رجل؟ أتيتك شاكيا ولعدلك راجيا. قل شكواك ولن تخرج من هنا إلا وقد رددنا إليك حقك. جيت أشتكي على ولد أخوك قاعد يقاتل بناتنا قليل الحياة. تبا له وثكلته أمه. لم يدع فتاة في مجمع إلا وغسلها. يا غلام إلي يا غلام، يا غلام، يا غلام، يا غلام. نعم يا سيد القوم، سم يا طول العمر. يا غلام اذهب بالتو واللحظة واحضر امرأ القيس هنا بسرعة. سمعا وطاعة يا طول العمر، ابشر. تفضل بالجلوس أيها الضيف، سوف يأتي امرؤ القيس وسوف نتدبر أمرنا ولن نذهب حتى نشوف أمرنا. جزاك الله خير يا شيخ. أولاي وانتم سمعهم ينامون وجني سويق بين الضلاع مطعون والله كما ونك يسير السلامون. انترنت في الهواء. امرؤ القيس، امرؤ القيس. ماذا وراءك يا ابنة شيبة؟ سيد القوم يريدك في التو واللحظة. سيد القوم؟ وماذا يريد سيد القوم؟ أتراه علم بأني صدمت بسيارته البيك أب؟ لا علم لي بشيء. هيا قم، إنه يريدك. اذهب إليه وقل له إنني سأذهب أقضي للعيد. قام يبيك. راح لبجيها. عمتم مساء أيها القوم. خير. ها نمر بالعدوان والعقاب. خير إن شاء الله. من أين يجي خير يا عربيد؟ يا عربيد. عربيد ها؟ خير. ماذا هناك؟ حتى متى وأنت تفشلني بين سادات القبائل؟ لم تبقي بنتا في الحي إلا وقد رقمتها. حتى خادمتها خزاع الخزاعي رقمها. ماذا وكيف رقمها؟ رقمها كيف؟ على علبة الأندوم يا رجل. إنني لم أرقم أي فتاة في الحي، بل هن من يقمن بترقيمي. تدري مزيون أنا، وبكل براءة أكتب شعري بالمنتديات، وحينها تأتيني رسائل خاصة من بعض الفتيات يريدون ماسنجري، فأعطيهم ماسنجري فيطلبون رقم هاتفي، وعندما أعطيهم رقم هاتفي تبدأ المصالح. مصالح كيف؟ يحسبنني أتولا فيطلبن مني إرسال بطاقات شحن، حتى أن بعضهن تقول لي ارسل سوا ونطلع سوا. وهل تشحن لهم يا امرأ القيس؟ فهذا الكلام ليس امرؤ القيس من يشحن للفتيات، بل أنا بأسلوبي أدعهن يشحن لي. كيف تفعل ذلك يا امرأ القيس؟ لقد تعبت وأنا أشحن وأشحن، ذهب كل راتبي، والآن الفتيات يدقن علي رنة ويسكرن. نعم، وابنة هذا شحنت لي ب300 صبية على أبوها.